يا مساء الورد والفل والياسمين على أحلى متابعين. يا رب تكونوا بخير، وجاية لكم النهاردة بحلقة جميلة جدا جدا، وأتمنى من الله عز وجل إنها تنور رضاكم. بس قبل ما أحكي، يلا بينا نصلي على الحبيب المصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وما تنسوش كمان تفرحوني بلايك للفيديو واشتراك في القناة، وتسيبوا لي رأيكم في القصة في كومنت جميل زيكم. ويلا بينا بقى نشوف كمال قصتنا بتحكي عن ايه النهاردة. مسكت موبايلي وبعت رسالة لليلى وانا مبتسم. انا مبسوط جدا بجد، ان شاء الله عمك شبه وافق، بس استعجليه بالله عليكي. انا قلت له خد وقتك، ايوه بس ما يطولش عليا، ده انا ما صدق ان اليوم ده يجي. وصلتها الرسالة ومعداش دقيقتين وكانت ردت عليا وقالت: ها عمي على فكرة موافق عليك، هو بس زي ما قالك هيطمن، وانا متأكدة من اختياري ليك يا عصام. هو لسه نازل دلوقتي. طب مش محتاجة حاجة انزل اجيبها لك من تحت؟ لا تسلم، ربنا يخليك. طب تاكلي تشيز كيك؟ كريم اخويا بيعمل تشيز كيك مفيش بعده بجد، وده مش من حلاوته، لا، ده علشان اللي هياكل منه مرة مش هيبقى موجود علشان ياكل بعده اصلا. ضحكت على الرسالة وكانت بتكتب، ولكن قبل ما اشوف بتكتب ايه سمعت صوت صريخ واصوات عالية جاية من الشارع، ورحت ناحية البلكونة بسرعة وفتحتها. كانت ليلى كمان طلعت تشوف في ايه. كان في خناقة كبيرة جدا تحت في الشارع، خناقة وشتايم وضرب وليلة كبيرة. بصيت ناحية ليلى ومسكت موبايلي وكتبت لها: ادخلي جوه دلوقتي. كانت بتضحك وبعدين مسكت موبايلها وقالت: هو ده الحي الهادي والناس الراقية اللي كنت بتكلمني عنها قبل كده؟ مسحت بإيدي على شعري وأنا محرج وكتبت بابتسامة: دي أول مرة تحصل بجد والله. ادخلي انت بس دلوقتي وأنا هلبسهم كلبوش. ليلى دخلت الشقة وهي بتضحك، وبسرعة اتصلت برجالة من عندنا في القسم وخليتهم يجوا في 5 دقايق. الناس في الشارع بقوا عاملين زي النمل، بيجروا في كل حتة ومع بعض، ولكن ملحقوش يروحوا في حتة والشرطة خدتهم فعلا. دخلت أنا كمان. أنا في الحقيقة ما كنتش قادر خالص وكنت عايز أنام، يعتبر بقالي يومين ما نمتش والتعب اتملك مني الحقيقة، واستسلمت في الآخر للنوم. يا عصام، يا عصام، فوق علشان خاطري، فوق، أنا مش هقدر على كده. كانت ليلى بتعيط وبتصرخ جنبي وأنا مرمي على الأرض جنب منها ومطعون. كان ابن عمها خالد واقف وماسكها من دراعها بقوة وقال بغضب: بقى بتفضلي ده عليا؟ اديني خلصتلك عليه اهو، عايزة ايه بقى دلوقتي؟ كانت بتحاول تفلت نفسها منه، ولكن كان هو ماسك فيها جامد. اتكلمت بكره وقالت بغضب وزعيق: هي ابعد عني يا حيوان، هي ابعد عني، وما تقربش مني خالص، والله لما يفوق ما هخليه يسيبك عايش دقيقة واحدة، ولا هدافع عنك مرة تانية. ضحك بسخرية وقال بغضب: لما يبقى يفوق انت كمان عندك امل يفوق؟ يا حبيبتي خلاص قتلته وخلاص، مفيش عصام اهو. خلص كلامه وهو بيدوس برجله اكتر على مكان الطعنة اللي في جسمي وبيطلع منه دم بغزارة. وليلى شايفة المنظر وبتصرخ بهستيرية وهي بتعيط. فقت من الحلم الغريب ده وانا قلبي وجعني. كان طارق بيرن عليا وقتها. بصيت في الساعة، كانت 6 الصبح. استعذت بالله من الشيطان الرجيم وهديت نفسي ورديت على طارق وانا باخد نفسي وقلت: ها ايوه يا طارق. رد عليا وقال بصوته المتحمس والسعيد بدون سبب وقال: صباح الخير يا منقذي، في جريمة قتل حصلت حالا. غمضت عيني واستغفرت وقلت:
بالله عليك يا أخي بلاش نعومتك دي علشان بتشككني فيك، وأخلي الداخلية تفصلك بسبب تصرفاتك الغير طبيعية دي. المهم قولي ايه التفاصيل. رد عليا بصوت مقتضب وقال: ما أنا مش ليلى، صح نسيت. على العموم جريمة قتل لكلاب في حي الدقي. استغربت شوية بعدين قلت بتساؤل: قول تاني كده. رد عليا طارق بعملية وقال بتفاصيل أوسع: السكان بقالهم أسبوع بيشتكوا من الكلاب الميتة في الحي بتاعهم، والريحة بتاعتهم صعبة، ولكن لأسبوع كامل كل يوم يلاقوا كلاب ميتة في كل حتة، غير الريحة والإزعاج اللي مسببه للسكان. وكل الكلاب ميتة بنفس الطريقة، وده معناه إنه نفس الشخص. مسحت وشي وأنا مش عارف الحقيقة أقول إيه، ولكن دي جريمة طبعا، وجريمة بشعة كمان للي يستقوى على الأرواح اللي ما تقدرش تصد ولا ترد دي، ويدي لنفسه الحق في قتلها وبالبشاعة دي. اتكلمت وقلت بهدوء وأنا بفوق وبقوم من على السرير: سفاح كلاب يعني؟ تمام يا طارق، هغير هدومي وجايلك. قمت بعدها وبدأت أجهز نفسي للنزول للشغل، والمرة دي كنت فايق بكتير عن كل مرة، وده بسبب النوم الكافي نوعا ما اللي نمته النهاردة. وفي البلد وفي بيت عم ليلى قام خالد بعصبية وقال وهو بيزعق قدام عمه: يعني ايه الكلام ده يا عمي؟ يعني ايه رحت علشان تعلمها الأدب وتشوف مين الراجل اللي بيدافع عنها ده وبيمد ايده عليا ويهددني ترجع وتقولي انك هتجوزها ليه؟ رد عليه عمه بغضب وقال: احترم نفسك وصوتك يوطى وانت بتتكلم عمك، والكلام اللي عندي قلته، وانا مش هجبرها مادام في شخص كويس ومحترم وهيحميها كويس هي عايزاه. كفاية قوي اللي شافته. وكان فين قلبك الطيب ده لما رحت لها أول مرة علشان تقول لها على جوازي منها؟ وقتها ما كنتش أعرف إن في حد في حياتها كويس، ولو هحطكم انتوا الاتنين في مقارنة يبقى هو اللي هيكسب وبجدارة. والكلام خلص لحد هنا. مشي فعلا العم من قدامه، وخالد كان لسه واقف مكانه بغضب ومتضايق وقلب وعيد وغيظ مكتوم. طيب والله لوريكم، وعصام ده بالذات لازم اوريه. نزلت وبعد شوية وقت كنت وصلت مسرح الجريمة مع طارق، وكان فيه 20 جثة لكلب مسمومين، وبعد السم تم ذبحهم لتأكيد على موتهم. اتكلمت وانا بسأل واحد من الناس اللي واقفة: شاكين في حد بعينه هو اللي عمل كده؟ هو مفيش غيرها، الست اللي دايما بتشتكي من الكلاب ودايما تعمل خناقة مع أي حد يأكل الكلاب. مين هي الست دي اللي تقصدها؟ اسمها ايه؟ رد عليا وقال وهو بيشاور على شقة في عمارة في وشنا فوق الكلاب اللي ميتة بالظبط: دي اسمها فريدة، ودايما ست كده شق وبتتدخل في كل حاجة بنعملها، وبتكره الخير وبتكره الحيوانات وبالأخص الكلاب زي ما قلت لحضرتك. كنت باصص ناحية مشاورلي وكان الشباك مقفول السلك، لكن شايف من وراه واحدة واقفة. مش شايف كويس لأنها في الرابع، ولكن تقريبا هي في عمر 40 من الهيئة كده. رجعت بصيت ناحيته وقلت: علشان كده حاطين الكلاب تحت العمارة بتاعتها؟ أيوة يا باشا، علشان تشوف عملتها المهببة. سكت ورجع الراجل اتكلم من تاني وقال وهو بيشاور على واحدة بتعيط وماسكة منديل: بص يا باشا، مدام رباب هي أحن واحدة كانت على الكلاب، دايما بتأكلهم وبتهتم بيهم ومصاحباهم دايما. كانت معظم خناقات فريدة معاها هي ومشاكل كتير، تقدر حضرتك تروح تسألها. فضلت بص ناحيته وهو بيتكلم، يعني الحقيقة مش عارف، بس دي غريزة فيا يمكن، ولكن حركاتها بالنسبة لي
كانت مريبة جدا. كانت بتعيط بطريقة درامية اوفر بصراحة، يعني مش حركات ولا طريقة حد زعلان بجد. الحقيقة اني عارف حزن الانسان بيبقى عامل ازاي. اتنهدت ورحت ناحيتها وانا بقول: انتي مدام رباب؟ بصيت لي بتأثر، ما صدقتهوش بصراحة، وبرضه مش عارف ليه. وقالت: ها ايوه يا فندم، ها انا رباب. طب ممكن تقوليلي اللي تعرفيه وشاكة في مين؟ سكتت ثواني وبعدين قالت وهي بتتشحتف: اللي اعرفه ان دول كانوا زي ولادي بالظبط. حتى حضرتك تسأل كل الواقفين، ولكن شاكة في مين دي؟ ها انا ما بشكش في حد، ان بعد الظن اسم. تمام، مفيش عندك حاجة تانية تقوليها يا مدام رباب؟ لا لا لا، ما عنديش حاجة يا فندم، بس عايزاك تجيبلي حق ولادي. بصت لها بتفحص وهزيت راسي بهدوء ومشيت من سكات. رحت ناحية طارق وقلت: عايزك تعرفلي أكتر عن مدام رباب دي، تعرفلي كل حاجة عنها، كبيرة وصغيرة وماضيها. وبرضه مدام فريدة عايز أعرف كل تفصيلة مهما كانت صغيرة يا طارق. حاضر، عيوني يا عصام باشا، وكمان هتابع معاهم التحقيق والتقارير. وعلى بالليل كنت رجعت البيت وأنا مهدود، وأول ما دخلت الشقة رميت نفسي على الكنبة. الباب خبط وكريم راح ناحية الباب وفتح. كنت لسه زي ما أنا في مكاني، ولكن قمت وقفت مرة واحدة بتوتر أول ما سمعته بيقول: ها أنسة ليلى. بصيت ناحيتها، كانت بتضحك عليا وعلى منظري. رحت ناحية الباب وأنا مبتسم وزقيت كريم بجنبي من قدام الباب، وبقيت أنا واقف مكانه وهو اترمى بعيد شوية. وقلت: الله، ايه اللي خلاكي تتعبي نفسك وتيجي هنا؟ اتكلمت بابتسامة وقالت وهي بتقدم ناحيتي اطباق متغطية بسلوفان: ده علشان النهاردة كنت مستنياك تيجي علشان اجيبهم لك سخنين. طيب وليه تتعبي نفسك بالشكل ده يعني؟ عننا ما طفحنا والله، مادام هنتعب الجميل. كان كريم واقف جنبنا وبيبصلنا باستنكار، وقال وهو حاطط صوابعه على خده: والله وايه كمان؟ بصيت ناحيته واتحمحمت بعدها. خدت الاكل من ايد ليلى وقلت: شكرا جدا بجد، تسلم ايدك، ريحته تجنن. بألف هنا وشفا. اه صح، عمي طلب مني ابلغك تيجي بكرة ان شاء الله علشان الاتفاق. سلام. بصيت لها بذهول وقلت بحماس وسعادة: بجد تسلميلي وتسلم اخبارك. ابتسمت بإحراج وهي نازلة ومشيت قدام عيني. كنت أنا واقف مبتسم لسه. اتكلم كريم وهو شبه بيحفل عليا: لا بس حلو موضوع انك وكيل نيابة ومش فاضي للتفاهات ولعب العيال ده اللي قلتهولي عليه من فترة كده، تفتكر؟ بصيت له بجنب عيني وبعدين دخلت وحطيت الأكل وبدأت آكل وأنا مستمتع وبتذوق بكل قطمة ببطء، وما ردتش عليه. قعد هو كمان وبدأنا ناكل مع بعض. دخلت نمت ولتاني مرة محلمش بحاجة. اتصل بيا طارق الصبح بدري وقال: عصام باشا، الست اللي اسمها فريدة هي موجودة دلوقتي في القسم وعايزة تقابل حضرتك. وكمان لقيت في التقارير حاجة أغرب بقى. أغرب؟ أغرب ازاي يعني؟ وجاية بدري قوي كده ليه؟ مش عارف الحقيقة، بس لازم حضرتك تيجي دلوقتي. طب يا طارق، يلا سلام، هلبس واجيلك. قمت لبست ونزلت على طول. كويس ان الموضوع بدري علشان الحق اخلص قبل ما اروح لليلى. وصلت ودخلت مكتبي ودخلت لي اللي اسمها فريدة واتكلمت وقالت: بصي يا حضرة الضابط، انا عارفة متأكدة اللي اتقال عليا من اهل المنطقة، وخصوصا علشان خلافاتي الدايمة مع ملاك الرحمة بالنسبة لهم وهي رباب، ولكن الحقيقة غير كده خالص. ايوه، ايه هي الحقيقة بقى؟
وليه مختار التوقيت البدري ده أو ده بالذات علشان تكلميني فيه؟ علشان ده الوقت اللي أهل المنطقة كلهم نايمين فيه، وهعرف أتحرك بأمان، لأنهم هيضايقوني كتير زي ما بيعملوا من فترة. لكن بقى الحقيقة إن هي رباب نفسها اللي قتلت الكلاب، وده لما شفتها أكتر من مرة بالليل بعد الساعة 1، بعد نص الليل، بتأكل الكلاب أكل مسموم. هتقولي عرفت منين إنه مسموم؟ ده لأني كنت بشوفها بنفسي بتحط السم ليهم، كنت بشوفها من فوق، لكن ما كنتش شايفة كويس اللي بتحطه. لكن بعد ما مشيت كان عندي فضول بصراحة، خصوصا إنها كانت بتجيب اللحوم في طبق جاهز للأكل، ولكن الكيس اللي بتطلعه وترشه فوق الأكل ده خلاني أشك. بعد ما نزلت وشفت الكيس اللي بتحط منه فهمت إن هو السم، وده لأني ممرضة وعدى عليا أصناف كتير سواء داء أو دواء. المهم زادت خلافاتي جدا معاهم بعد كده، وكل ما بشوفها بتأكل الكلاب بتخانق معاها، وأي حد عموما بعد الموقف ده بشد معاه في موضوع أكل الكلاب حتى لو مستوي، علشان ما خليهاش تكرر العمايل بتاعتها دي اللي ملهاش سبب أو تفسير غير إنها مريضة. طيب وموضوع الذبح ده الحقيقة معرفش حاجة عنه سواء هي أو غيرها. طيب متشكر جدا لحضرتك يا مدام فريدة، شكرا على وقتك، وإن شاء الله هنقوم بالإجراءات اللازمة. قامت بعدها بعد ما شكرتني ودخل طارق اللي كان في إيده أوراق وقال هو بيحطها قدامي. دي بقى التقارير اللي طلعت في تحاليل الكلاب ومع حولهم، والغريب بقى كنت بقولك عليه هي بصمات وعينة دم لمدام رباب على أحد الكلاب، وسكينة تقطيع فاكهة صغيرة كانت مرمية ضمن الزبالة وعليها دم الكلاب. فعلا اللي تحسبه موسى يطلع فرعون. الزمن ده شفت فيه العجب ياما والله. ابعت هاتهالي، لأن كده الأدلة وبالشهود عينة كيس السم اللي سابتها لك فريدة، كده القضية لبساها لبساها. بعد حوالي 4 ساعات أو أكتر القضية دي والتحقيق مع رباب الموضوع خلص، وأخيرا خلصت ومشيت. روحت بعدها للشقة بتاعتي، خدت شاور ولبست كلاسيك ومعايا الورد، وكريم أخويا جهز نفسه، ورحت البيت ليلى علشان نقرا الفاتحة ونحدد ميعاد الخطوبة. ووصلنا لنهاية حلقتنا، ويا رب تكون عجبتكم. بس لو عجبتكم بجد وكملتوا الحلقة للآخر ما تنسوش دعم القناة بلايك للفيديو، وتشتركوا فيها لو لسه ما اشتركتوش، وتشاركوا القصة مع كل أصحابكم. وما تنسوش كمان تكتبوا لي رأيكم فيها أسفل الفيديو في كومنت جميل زيكم. وإلى اللقاء في الحلقة الجاية إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.